السلام عليكم. بمناسبة ثورة 23 يوليو اللي كانت من يومين، الذكرى بتاعتها كانت من يومين، والنهارده اهو الخميس واخدين الاجازة بتاعتها يوم 25. بنسأل هو مين اللي طلع الانجليز من مصر؟ السؤال ده مهم قوي. يعني الانجليز دولت خرجوا من مصر ازاي؟ خرجوا بحرب، بمعاهدة، باتفاقيات. في ناس يقول لك عبد الناصر هو اللي خرج الانجليز من مصر. طب عبد الناصر خرجهم ازاي؟ عبد الناصر راجل ضابط جيش. هل يا ترى هو بعد ما عمل الثورة على او عمل حركة 23 يوليو هو وزمايله راحوا حاربوا الانجليز وطلعوهم من مصر، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ طيب، واحدة واحدة كده وركز معايا عشان اقول لك، عشان الموضوع دوت مليان تفاصيل ومهم قوي، وفي ناس اتظلمت جامد في الموضوع ده. مبدئيا كده، الانجليز احتلوا مصر سنة 82 1882، وكانوا داخلين مصر بغطاء تركي، بغطاء عثماني. هم داخلين من مصر بمناسبة ان هم اصدقاء للباب العالي، وبالطريقه ديت هم احتلوا مصر. وساعتها السلطان عبد الحميد اعلن عصيان عرابي والكلام ده كله. ولما دخلوا مصر اتفكك الجيش المصري كله، وكله ما بقاش غير اعداد بسيطه. الاعداد دولت هم كانوا عباره عن خدامين للانجليز. تمام. تمام. بدأت طبعا حركات وطنية وفي دعاوى للاستقلال وي 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 سنة 1914 بدأت الحرب العالمية الأولى. الإنجليز طبعا عايزين ظهير ليهم في الحرب ديت، يعني عايزين عمق استراتيجي ليهم في الحرب. فوعدوا المصريين وضحكوا عليهم كده وقالوا لهم ايه: بصوا، لو ساعدتونا في الحرب ديت ووقفتوا جنب، احنا كده كده محتلينكم، كده كده احنا قاعدين في وسطيكم، بس ساعدونا وهنديكم الاستقلال بتاعكم. المهم، المصريين يعني شبه ساعدوا الانجليز، و خدوا على كلامهم ووافقوا على الوعود بتاعتهم. وقامت الحرب وانتصرت انجلترا سنه 18. فجم بقى الساسه المصريين قعدوا معاهم: يا ترى يا جماعه هتطلعوا ولا هتعملوا ايه؟ نطلع فين يا ابني، انت عبيط؟ احنا دلوقتي خرجنا، دخلنا احنا باعلام الاتراك سنه 1882. انتوا دلوقتي تعتبروا دوله تحت الحمايه البريطانيه والتاج البريطاني، وملكوش حاجه عندنا. وطبعا الدنيا قامت وهاجت، وسعد زغلول طبعا وزمايله عملوا حزب الوفد، وحصلت ثورة 19 اللي انتهت نتائجها بأن مصر نالت الاستقلال الاسمي سنة 1922، وبقى حاكم مصر اسمه سلطان. وسنة 1923 اتعمل أول دستور مصري، وبقت مصر دولة مستقلة وليها تاج وحكومة اسميا على الورق، بس احنا مستقلين، لكن الجيش الإنجليزي موجود ويعيش فسادا في مصر. طيب، بعد كده طبعا رجالة الوفد ما سكتوش، وحاولوا اكتر من مره بالمفاوضات وي لحد ما سنه 36 النحاس باشا رحمه الله عليه، الراجل دوت كان سياسي داهيه. قال لك هم كده كده محتليننا، وكده كده في حرب هتحصل، يعني العالم داخل على حرب، هي الحرب العالميه الثانيه. طب انا احاول اكسب من ورا الحرب دي، او اكسب من ورا الفرصه ديت اي مكاسب لصالح بلدي. عمل ايه النحاس؟ مضى مع الانجليز معاهده سنه 36 بموجبها ان مصر هتساعد انجلترا لو قامت حرب، وهتكون مطارات مصر وطرقها وموانيها تحت يعني تحت خدمه بريطانيا وقت الحرب. طيب، في مقابل ايه؟ في مقابل ان انجلترا هتجلو من مصر كلها ما عدا مدن القناه، وهيبقى الجيش الانجليزي القوات اللي هناك هي عباره عن قوات لحمايه القناه فقط. واتفقوا ان مصر، ده اهم بند في المعاهده، هتاسس جيش. مصر اللي كان جيشها اتسرح بعد 82 هتاسس جيش سنه 36. وبالفعل اتأسس أول جيش مصري فعليا بسبب معاهدة 36. وقامت الحرب، ومصر ساعدت إنجلترا في الحرب، وكانت مطاراتنا وطرقنا تحت تصرفهم وقت المعركة. طب خلصت الحرب، جينا حاسة سنة 45. طب الحرب خلصت، نكمل بقى. انتوا قلتوا لنا في المعاهدة ان انتوا هتطلعوا لما الجيش المصري يبقى قادر على حماية القناة وقادر على الملاحة وقادر. احنا بقى عندنا جيش، والجيش ده هو بسم الله ما شاء الله ساعدكم في الحرب، وحصلت الكلام الكتير دي كلها. كان لسه في تواجد بريطاني في مصر لحد ما الحرب خلصت. طب الحرب انتهت، احنا عايزين نكمل بقى الاتفاقيه. فسنه 47 اجلي اخر جندي انجليزي من القاهره، وكان في معسكر اسمه معسكر قصر النيل. وفي المكان بتاع معسكر قصر النيل دوت، المكان ده كان مكان ميدان التحرير اللي في ظهر منه جامعه الدول العربيه دلوقتي. مبنى جامعه الدول العربيه اتبنى سنه 51، والتحرير انتهوا من بنائه سنه 51 برضه. ده معناه ان ما كانش فيه قوات بريطانيه اساسا في القاهره في هذا التاريخ. ولما قامت ثوره يوليو ما كانش فيه قوات بريطانيه في موجوده في القاهره ولا في اسكندريه، كانت القوات الانجليزيه كلها منحصره موجوده في القناه. لما النحاس باشا قال لهم: طب يلا بقى اطلعوا،
احنا انتوا عليكم عملتوا اللي عليكم واحنا عملنا اللي علينا. الانجليز بقى بقوا ايه، بدأوا في ان هم يمطلوا ومش عايزين ايه ينفذوا باقي بنود المعاهدة. فساعتها النحاس باشا طلع بقرار سنة 51 في البرلمان بان انجلترا ما التزمتش ببنود المعاهدة، فبالتالي احنا لغينا معاهدة 1936 ورفعنا شعار الاستقلال التام او الموت الزؤام. وبدأ حزب الوفد يمول الفدائيين في منطقة القناة، وبدأ يساعد الثوار والمقاتلين المصريين هناك، ويقف الإنجليز في عيشتهم. دي الفترة دي كانت من فترة من 51 لحد ما حصلت موقعة 25 يناير. طبعا دي كانت واحدة من مواقع أو من المعارك اللي حصلت بين المقاومة المصرية وبين الإنجليز لحد ما قامت ثورة يوليو سنة 52. طب بعد ثورة يوليو 52 ايه اللي حصل؟ اتعملت اتفاقية الجلاء اللي عملها عبد الناصر مع الانجليز، ودي تعتبر ما هي الا استكمالا ل 36 استكمالا ل 22 و36 و51. وبالتالي الانجليز مضوا على المعاهدة وتم الجلاء اخر جندي بريطاني من مصر بموجب اتفاقية 54 اللي هي تعتبر استكمالا لشغل النحاس باشا ورجاله الوفد. النحاس باشا ورجاله الوفد بعد 52 تم التنكيل بيهم اشد تنكيل من قبل الثوار ومن قبل الضباط الاحرار. النحاس باشا هو صاحب الفضل الاول في استقلال مصر عن الانجليز. الله يرحمه النحاس باشا اللي اتسرق الانجاز بتاعه، وطلع بعد كده ناس تقول لك ان عبد الناصر هو اللي طلع الانجليز من مصر. عبد الناصر ما طلعش الانجليز من مصر. عبد الناصر لغى النظام الملكي وشال الملك فاروق وبقى هو رئيس، وكان استكمالا لما هو يعني الاوضاع كلها بتقول ان الانجليز كده هيخرجوا، ان هم ما كانوش خلاص، ما بقاش ليهم في مصر حاجه خلاص الا قناه السويس اللي بعد كده عبد الناصر اممها في 56 وحاولوا يرجعوا تاني، لكن انتهى الامر وانتصرنا في 56 الحمد لله. ودي قصه او حكايه ان ازاي الانجليز خرجوا من مصر. شكرا.